مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. جهود لحل مشكلة المياه الصالحة للشرب في قلوج. مزارعو عتكليزان يطالبون بفتح مخزن لبذور البطاطس. تنظيم نفير لحصاد مزارع أسر الشهداء في مديرية منزل. وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يدخل حيز التنفيذ. روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس. وزيرا خارجية الصين وهنغاريا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تنفذ حاليا أعمال صيانة لمشاريع مياه الشرب الصالحة في مختلف قرى مديرية قلوج. وأفاد مسؤول تنمية المياه في المديرية السيد بدوم تسفى ميكائيل أن مشاريع مياه الشرب تضررت بسبب الإهمال في الإدارة وسوء استعمال المواطنين لمرافق المياه، وأنه تم صيانة نقاط التوزيع وتركيب نظم الطاقة الشمسية ومدء أنابيب جديدة بنجاح في قلوج وتبلية وسابونايت والدريسة وغيرها. وأوصى مدير مديرية قلوج السيد دسيزر ميكائيل المواطنين للمحافظة على المنشآت، مؤكدا أن أعمال الصيانة التي تقام تمثل خطوة لإيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه وضمان عدم تعطل الأنظمة المرفقة بالمشروع. أوضح مزارعو مديرية عتكليزان أن عدم وجود مخزن لبذور البطاطس المحسنة يؤثر سلبا في الإنتاج الكمي والنوعي للبطاطس. وذكر المزارعون أنهم يعملون بجد لرفع الإنتاج بفضل وجود مصادر مياه جيدة في المنطقة وكذا التدريب المستمر لاكتساب الخبرة، إلا أن عدم وجود مخزن في عتكليزان يضطرهم لجلب البذور من الإقليم الأوسط والجنوبي. وقال خبير تنمية الخضروات والفواكه السيد داويد فوتو أن جهود المزارعين ستؤدي إلى الحصول على حصاد وفير، خاصة إذا توفرت البذور المختارة، داعيا للاهتمام بإرساء مخزن للبذور. كما أشار إلى وجود 11 سدا و7 حفائر في المديرية، موضحا تنفيذ أنشطة فعالة في مجال استخدام الأسمدة الطبيعية. وحث المزارعين على التشاور مع الخبراء الزراعيين بانتظام والعمل بنظام تعاقب البذور واستخدام السماد الطبيعي لزيادة الإنتاجية. هذا ويوجد أكثر من 600 مزارع ينمون الخضروات والفواكه على مساحة حوالي 932 هكتارا في مديرية عتكليزان. عقد في مدينة بارونتو يوم 25 من نوفمبر اجتماع يهدف إلى تطوير تحسين وسائل إدارة الوثائق والسجلات في المؤسسات الحكومية. وأوضحت المدير العام لمركز البحوث والتوثيق في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيدة أزيب تولي في الاجتماع الذي عقد بالتعاون مع إدارة الإقليم والمركز أن الوثائق يستفاد منها في خدمة الأدلة والرقابة وانتقال الثقافة المؤسسية وتقوية العمل المشترك والعمل المالي إلى الأجيال، حيث يتطلب الحذر في الحفاظ على الوثائق والسجلات. وقال حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي الحروي أن اللقاء مهم لتصحيح نواقص حفظ الوثائق والسجلات، ودعا كافة الجهات الجدية في حفظ الوثائق والسجلات باعتبارها سر وجود واستمرارية المؤسسات والأجيال. وطالب المجتمعون إلى وضع لوائح واضحة تساعد في إدارة الوثائق المالية والتقارير، وأن تكون وثائق مركز البحوث والتوثيق مفتوحة للجميع. هذا وبحث الاجتماع حفظ الوثائق ودور كتاب وخبراء التوثيق في إدارة الوثائق وأهمية إقامة مراكز توثيق إقليمية. أفاد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية ميمنية السيد تخلاب دستا بأن أنشطة نفير جارية في المديرية لحصاد مزارع أسر الشهداء والمحتاجين، وأشار إلى حصاد مزارع حوالي 1000 أسرة محتاجة حتى الآن، وأن البرنامج لا يزال مستمرا. وقال مدير إدارة ضاحية مقابر صابلة السيد ماجور تساقاي أن المبادرة تبعث على الارتياح ويجري العمل لجعلها منتظمة سنويا. من جهة أخرى ذكر السيد تخلاب دستا أن عمال المؤسسات الحكومية قدموا مساعدات مالية لأسر الشهداء. أعلنت الجمعية الوطنية للصوم فرع إقليم القاشبركة أنها تعمل على تخفيف المشاكل التي يواجهها الصوم في الإقليم. جاء ذلك في الحفل الذي نظم يوم 23 من نوفمبر بمناسبة تخريج 56 موظفا حكوميا وطالبا
من دورة تدريبية على لغة الإشارة في بارنتو. وأوضح رئيس فرع الجمعية السيد سيمون أبرها أن الجمعية تنفذ برنامج توسيع لغة الإشارة بالتعاون مع شركائها لأن الصم يواجهون صعوبات التفاهم مع مختلف المؤسسات. وذكر بأن 119 طالبا وموظفا قد تم تدريبهم في 3 جولات، داعيا الهيئات الحكومية والمجتمعية إلى المساهمة في تخفيف المشكلات التي يواجهها الصم بالتعاون مع الجمعية. وأوضح أنه بالرغم من فتح مدرسة للصم في غرداته إلا أنها تستقبل حتى الآن 57 طالبا، ولأن هذا العدد قليل فإن على الأسر إرسال أبنائها الصم لتلقي التعليم في المدرسة الداخلية. وقال حاكم إقليم الكاشمركة السفير محمود علي الحروي أن خلق أرضية لتقديم الخدمات للصم باللغة التي يفهمونها ليس واجبا ضميريا فحسب، بل هو حق، مذكرا للدفع في برنامج جمعية الصم وتعلم الأسر ورعاة الصم للغة الإشارة. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قمان. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. بعد ليلة عنيفة من القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان وقارات مكثفة تركزت على العاصمة بيروت، دخل وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحزب الله حيز التنفيذ، وسرعان ما امتلأت الشوارع بحركة نزوع كثيفة للجنوبيين العائدين إلى منازلهم مع بزوق الفجر. وقد حذر الجيش اللبناني المواطنين من التسرع في العودة إلى المناطق الحدودية التي لا يزال الجيش الإسرائيلي متواجدا فيها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار حفاظا على سلامتهم. وأصدر الجيش الإسرائيلي بدوره عقب الاتفاق تحذيرا لأهالي الجنوب الوافدين نحو قراهم بالامتناع عن ذلك، ملوحا باستمراره في التمركز داخل بعض المواقع. وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد كثفت هجماتها على مناطق عدة من العاصمة بيروت، كما أصدر الجيش الإسرائيلي تعذيرات لسكان مباني في قضاء الصور تحت ذريعة استهداف مواقع لحزب الله. أعلنت روسيا أنها طردت دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس في أحدث ضربة للحالة المتدهورة بالفعل للعلاقات بين البلدين. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الدبلوماسي الذي انتشرت صورته في نشرات الأخبار التلفزيونية قدم معلومات كاذبة عمدا عند دخوله البلاد. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها أن الوزارة استدعت السفير البريطاني، وهي الخطوة التي تستخدمها الحكومات المضيفة غالبا للتعبير عن احتجاج قوي. ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي كان الدبلوماسي البريطاني بديلا لأحد الدبلوماسيين البريطانيين 6 الذين طردوا في وقت سابق من هذا العام أيضا بتهمة التجسس، وفق إفادات وكالة رويترز للأنباء. وتدهورت العلاقات بين بريطانيا وروسيا إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وانضمت بريطانيا إلى موجات متتالية من العقوبات ضد روسيا وزودت أوكرانيا بالأسلحة. بحث وانغ وزير الخارجية الصيني مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو الذي يزور بكين حاليا تعميق التعاون الثنائي وتنمية علاقات مستقرة بين الصين والاتحاد الأوروبي. وأعرب وانغ خلال اللقاء عن أمله في أن تتبع مؤسسات الاتحاد الأوروبي سياسة تعزز التنمية المستدامة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي. وسلط الجانبان الضوء على الأهمية التاريخية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في كل الأحوال في العصر الجديد، حينما أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة دولة للمجر في مايو الماضي. وفي سياق إشارته إلى أن المجر كانت أول دولة أوروبية توقع وثيقة التعاون مع الصين بشأن مبادرة الحزام والطريق، قال وانغ أن التعاون الثنائي العملي أسفر عن نتائج مثمرة، وهو ما يظهر تماما أنه ما دام هنالك احترام وثقة ودعم على نحو متبادل فإن التعاون الاقتصادي بين الجانبين سيتمتع بآفاق واسعة. في الخبر الأخير، وقع زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة سواحل مدينة هاكوي بمقاطعة إيشيكاوا غرب اليابان دون أن يتسبب بأي خسائر. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يقع على بعد 35 كيلومترا شمال غرب هاكوي وعمق 10 كيلومترات.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال الذي قدرت هيئة المسح الأمريكية قوته ب 6.1 درجة، كما لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال، فيما أعلنت وكالة الرصاد الجوية اليابانية أن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. جهود لحل مشكلة المياه الصالحة للشرب في مديرية قلوي. مزارعون مديرية عبد الكليزان يطالبون بفتح مخزن لبذور البطاطس. تنظيم نفير لحصاد مزارع أسر الشهداء في مديرية ميمنة. وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يدخل حيز التنفيذ. روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس. وزير خارجية الصين وحمدانيا يبحثان تعزيز التعاون الدولي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.